صباح السعادة والحب والتقبل والسلام النفسي. وحشتونا جدا زي ما بتوحشونا دايما. مين فينا مش عايز يعيش في سلام نفسي ومتصالح مع نفسه ومتقبلها زي ما هي، متفهم لمشاعره، واعي لأفكاره، عارف هو عايز ايه وماشي بينفذ خطته اللي حطها لنفسه، او يمكن لجأ لمتخصص يساعده في وضع الخطة دي؟ الإجابة أكيد كلنا حابين نكون النسخة دي من البني آدمين. تعالوا نفهم اكتر ونقرب من النموذج ده ونشوف هل نقدر فعلا نعيشه ولا في المشمش. معانا النهارده منورانا الكوتش الجميله المتميزه جدا ياسمين المصري، لايف كوتش معتمد. اهلا وسهلا. اهلا. ازي حضرتك؟ منورانا. انت احلى. عايزين نعرف بقى بدايه نبدا ايه اصلا نظريه المشمش بقى دي؟ نبتدي بنظريه المشمش. مم. نظريه المشمش، العقل البشري اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه ما بيقدرش يقرا فكره الرفض. مم. فاحنا لما بنحط المشمش قصاد اي كلام احنا بنقوله احنا رافضينه جدا، اللي بيحصل ايه؟ ان احنا بنلبس في الكلام اللي احنا بنبقى حاطين قدامه المشمش ده. العقل بيشيل كلمه مش وبيتحرك في الاتجاه اللي بعديه. انا مش بحب كذا فانا بلبس في كذا اللي انا قلت عليه ان انا ما بحبوش ده عشان بدات الكلام بالمش. الافضل ان انا اشيل المش واحط بدلها ان انا ارفض. انا ارفض افتكرت هذا ان الاسلوب. المشمش اللي هو لما نقول في المشمش، لا لا انت لا قصدك لا، كلمه مش حقيقة عايزه. المش الكتير اللي في حياتنا فهمت. انا جمعتهم وخليتهم اسم الظريف مقبول. فهمت. بدل ما نقول مش هنقول مشمش. مم. فجت من هنا فكرة المشمش. فلما رجعت الحياة بتاعتنا كل مش حطيناه ما حصلش اللي بعده، بالعكس احنا بنلبس في اللي وراه. يعني انا كل ما بعبر عن طريقة الرفض بتاعتي باني اقول مش بحب كذا، فانا بلاقي كذا ده بيزيد في حياتي، بيزيد في الوسط بتاعي، بيزيد في البيئة، الناس اللي حواليا فكرة الرفض نفسها بيزيدوا. فانا محتاجه اقول لك لما اكون رافضه حاجه فيكي اقول لك ان انا رافضه الاسلوب اللي بتتعاملي بيه معايا، رافضه الطريقه اللي انت بتتعاملي بيها معايا، مش ما بحبهاش. يعني احنا هنشيل كلمه مش ما بحبهاش دي ونحط بدلها اني انا برفض. بعد ما بحط الرفض بتاعي ببتدي اشوف جذور الرفض بتاعتي دي اصلها ايه. هو انا ليه رفضت الطريقه دي بالذات اللي انت عم تحكي فيها؟ ايه السبب في الرفض ان انا اللي خلاني رفضت الاسلوب ده او الطريقه دي في التعامل؟ دي فكره نظريه المشمش. اما بتركزي فيها بقى بتبتدي كل ما بتيجي تقولي مش بتلاقي نفسك واقفه. مش هقول مش هقول لا مش كده. مش هقول عمري مش هقول مش لا لا لا، بقول بمعنى ادق ارفض. اصحح المعلومه بدون ما اقف. بمعنى ادق انا ارفض هذه الطريقه، بمعنى ادق انا لا ارغب فيها. بس المهم ان كلمه المش هتتشال من الكلام لانه العقل فعلا بيرفضها. فتلاقي نفسك لو رجعتي نفسك مع الوقت كل مش هتحطيها بتلاقيها حواليكي بتزيد مش بتقل. تقولي عماله اقول ما بحبهاش ما بحبهاش بتزيد بكثره. وبيبقى هو ده يمكن السبب. هو ده السبب، ده حقيقي. طب احنا غالبا الناس بتخلط ما بين المشاعر والاحاسيس والافكار، عايزين نفرق كده للناس ما بينهم، ايه الفرق بينهم؟ المشاعر والاحاسيس والافكار. الاحاسيس دايما مرتبطه بالجسد. تقولي حاسه بألم في جسمي في المكان الفلاني، في ايدي، في دماغي، عند صداع، في رجلي، قلبي. ده ما يخص كلمه احساس. احساس حاجه مربوطه بالجسد بالحواس الخمسه، دايما بنقول عليه احساس. لكن المشاعر دايما حياديه. فكره بقى ان انا عندي شعور ان انا مخنوقه، ده مش شعور، دي فكره. او عندي احساس ان انا تعبانه ومرهقه، ده احساس. تمام ده. ففكره ان احنا نعدل الكلام بتاعنا. احنا اوقات بنعامل الاحاسيس معامله الافكار، وبنعامل الافكار معامله المشاعر، بنتلخبط ما بينهم. حقيقه. فاحنا محتاجين نعرف ان الشعور ده بيبقى دايما شعور حيادي وشعور لحظي. انا عندي ما فيش حاجه اسمها مشاعر سلبيه اصلا، هو مشاعر ايجابيه. هو الشعور بيبقى حيادي، ما فيش فيه اي حاجه انا اللي بديله المسمى. انا اللي اقدر اقول دلوقتي ان انا اشعر بالسعاده او ان انا اشعر بالتعاسه. انا اللي عندي الشعور. الشعور ده ممكن يتغير في لحظه. انت ممكن تعملي حاجه دلوقتي تساعدني، فبعد ما كنت بشعر بالتعاسه تلاقيني بقيت شعره بالسعاده وابتديت ابتسم، والاحاسيس كلها بقت متفاعله مع جسمي ان انا سعيده. والمشاعر مرتبطه بالافكار، يعني عشان تحسي بسعاده ده يرتبط بفكره اصلا من البدايه. يعني جذر اي حاجه بيكون فكره. فالغضب في حد ذاته فكره، الحزن في حد ذاته فكره. ما هواش احساس خالص، ما هواش مشاعر. فكره ان انا عندي شعور بالغضب لا، اساس عندي الفكرة. مشاعر غضب لا، هي في الاساس فكره.
عندي الفكره دي هي اللي عامله لي الشعور ايه؟ الضيق او الحزن. طب هل هم مرتبطين ببعض؟ يعني الفكرة بتوصل لمشاعر، بتوصل أكيد. لأحاسيس؟ يعني هم كده ماشيين في لا، التراك ده؟ الاحاسيس ما يعني الاحاسيس دي بتيجي اكتر من الداخل، بيبقى كلام الجسد طريقة بيتكلم عن تعبيره. طريق الاحاسيس. اه. فانت ما كل ما بتحسي بحاجه، لو وقفتي المسكنات وبداتي تركزي مع جسمك وتبعتي لجسمك رسائل ايجابيه، اللي هو اعرف انا ليه بتألم هنا، ليه في ألم هنا، وابتدي اهدى كده واعمل تدريب التنفيس واتنفس بهدوء واسمع لجسمي واشوف فين بالظبط بيتعبني، وابتدي اتحرك مع المكان اللي بيألمني واوريله ان انا خلاص شفت الألم وهسترجع وانا بكلم جسدي انه اعرف السبب. انا كتفي وجعني عشان انا بقالي كتير بشيل حاجات تقيله مثلا، رجلي وجعني بقالي كتير. هو عايز يقول بيقول بالطريقه دي، لكن احنا استسهال المسكنات ده هو اللي بيتعبنا فعليا يعني، ومش بيحل الازمه ولا بيحل المشكله، بالعكس ممكن يزودها اكيد. زي كلمه معلش. معلش ما بتحلش مشكله، مجرد مسكن. مفيش مسكن ومفيش معلش. معلش مفيش معلش. بعد معلش بقى اللي انا عايزه اللي بعد معلش. مفيش، هي وقفت عند كده. طب خلينا كمان عايزين، يعني احنا عايزين على قد ما نقدر نفرق ما بين مسميات بتتخلط عند ناس كتير. زي مثلا برضو عايزين نتكلم على الثقه بالنفس والتقبل الذاتي. في ناس بتقول مفيش فرق بينهم، او ايه الفرق؟ عايزين يعرفوا. هي الثقه بالنفس والقيمه الذاتيه. القيمه الذاتيه. القيمة الذاتية هي قيمتنا اللي ربنا سبحانه وتعالى فطرنا عليها، ان احنا مكرمين. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا مكرمين الحمد لله، خلقنا في احسن تقويم، فكل واحد فينا عنده كل حاجة وكلنا شبه بعض، مفيش اختلاف بيننا. احنا بنختلف بس في الافكار، في طريقة التفكير بتاعنا. التفكير ده بيبتدي من واحنا لسه في بطون امهاتنا، بيبتدي التفكير يتكون. كل اللي احنا بنمر بيه من واحنا لسه في بطون امهاتنا لحد 7 سنين ده بيبقى جزء من شخصيتنا الاساسي، اللي احنا ممكن نكون وصلنا لسن كبير ولسه مش عارفين ان دي هي حقيقتنا، وبنحاربها، بنشتغل ضدها. ما احنا مش متفاهمين، مش عارفينها. انا عندي المشكله عايزه اشيلها، ما مش هتشتغل اذا كانت هي في جذورك وموجوده في الشخصيه بتاعتك، مش هتشتغل. فالقيمه الذاتيه بتساعدنا ان احنا يبقى عندنا بقى ثقه في النفس. الثقه بالنفس بتيجي منين؟ الثقه بالنفس بتيجي من المهارات اللي احنا بنتعلمها. انت دلوقتي عندك مهاره انك تشتغلي مذيعه، فعندك ثقه في نفسك انك تطلعي معايا مذيعه دلوقتي، وممكن تطلعي في اي حته تانية، وممكن تطلعي في الشارع، ما عندكيش مشكله. لكن لو انا قعدتك بقى في البيت فتره طويله، هتقدري تشتغلي مذيعه تاني بسهوله؟ هتبقى المهاره دي بدات تقل جودتها بقى. هو الفكره في كده، ان احنا بقى لما المهارات بتقل عندنا، مش الثقه في النفس هي اللي بتقع، لا ده القيمه الذاتيه اللي بتقع. لاني بقعد اتكلم عن نفسي انه لا خلاص انا مش هقدر اعمل ده. طبعا بص شوفي كلام سلبي اهو، في مش طلع اهو، مش هقدر اعمل ده. صعب عليا ان انا ارجع تاني اقف قدام الكاميرات بعد الفتره الطويله اللي انا غبتها دي، مش قادره. فانت بتدي لنفسك طاقات سلبيه تخليكي تكوني سلبيه اكتر. لكن لما تدي نفسك طاقه ايجابيه، اللي انا عملت كده قبل كده فانا اقدر اعمل ده دلوقتي، وانا محتاجه بس اقف قدام المرايه. والفكره اللي قلتيها ممتازه، ان انا لو انا حاسه دلوقتي ان انا مش عارفه اعمل ده، فارجعوا لثقتي في المهارات هي قلت. مش ان انا مش كويسه او مش مؤهله لده، انا عملت ده يبقى هعرف اعمل. المهارات بتعمل ازمه. دايما لما حد يجي يشتكي يقول لي انا عندي مشكله في الثقه بالنفس، لا طب في ايه؟ في ايه بتعرفي تعمليه ما بتعرفيش تعمليه دلوقتي؟ لا بعرف اعمل حاجات كتير، بعرف اطبخ كويس. طب ما اوكي، ثقتك في نفسك حلوه في الطبخ. بعرف اربي ولادي كويس، ثقتك في نفسك كويسه كأم، انت تمام اهو. ممكن يبقى عندها مشكله في التحدث امام جمهور، مشكله في حاجه صغيره. لو رجعتي اتكلمتي تقول لك اصل جوزي بيشوفني كده، ولادي شايفيني كده، زمايلي في الشغل شايفيني كده. الكلام السلبي اللي بيتصدر ده كلام الاخر اللي في الاساس بيعبر عنه. 90% من الكلام اللي انت هتقوليه دلوقتي عني نابع منك انت، بيمثلك انت في الاساس بنسبه 90%. فتخيلي بقى كم الكلام اللي احنا بناخده من الاخر هو لا يمثلنا في الاساس، وممكن يكون راجع لحد تاني ليه هو. هو انا كسلي. انا محتاجه بقى ان انا كل ما بسمع حاجه انت قلتي عني جمله دلوقتي، ابتدي اركز فيها، هل الجمله دي شبهي فعلا قبل ما ابتدي اخد ضدك اي رياكشن، او ان انا اتفاعل معاه حتى داخليا، حتى لو ما خدتش رياكشن بس اتضايقت مثلا. الضيق الداخلي ده بقى ده اسمه بقى الثبات الانفعالي.
عايزين بقى انه عايزين كده يعني ايه نصيحة أخيرة منك للثبات الانفعالي ده والسلام النفسي والتقبل الذاتي، نوصل لهم ازاي؟ تمام. في فرق بين الثبات الانفعالي وبين التوازن الانفعالي. الثبات الانفعالي ان انت دلوقتي تقولي لي كلام بيضايقني ويجرحني ويوجعني، اروح انا كاتماه جوه واظهر لك بابتسامه. انت هيجيلك الانفعال اللي جوه على فكره، هتحس بيه انت اكتر مني، لانه اللي جوه هو اللي بيظهر للاخر. ده اللي احنا لسه برضو مش مدركينه الى الان، ان لما بيحصل عندي ثبات انفعالي اللي جوايا هو اللي بيظهر للاخر مش اللي بره. فالتوازن بقى بيحصل فيه ايه؟ التوازن ان انا دلوقتي اتضايقت منك، فانا بعبر عن الضيق اللي جوايا، بقول لك ممكن نوقف كلام شويه عشان الكلام ده بيضايقني، فانا كده عبرت. بعد شويه هطلع وهرجع لك هتعامل معاكي عادي. في حاله الثبات بقى الانفعالي انت ما تقدريش تتعاملي معايا عادي. كل ما هتبصي في وشي هتفتكري الكلام فهتفضلي متضايقه، وهيفضل الموضوع معاكي بس مكمل. لابسة ماسك ان انا مش متضايقة. لا، وحتى لو مش لابسه ماسك هروح البيت هطلع الضيق ده في البيت، هفضل ماسكه في الموضوع. التوازن بقى خلاص، انا دلوقتي عبرت وقلت اللي جوايا، اعترفت بيه ان انا متضايقه وعبرت لك ان انا متضايقه، انا خلاص كده تمام، انا كده في حاله توازن انفعالي بقى، خدت الانفعال بالشكل الطبيعي. صح. حتى لو الانفعال ده كان عالي وكبير، الفكره ان انا بعد الانفعال ما ابتديش الوم في نفسي واجلد ذاتي، هو انا ليه اتصرفت كده؟ المفروض ما كنتش اتصرف بالطريقه دي، اكيد قلت كلام غلط او كلام قاسي، خلاص هو الكلام طلع، اتقبل ايا كان الوضع، بس انا واعتذري مفيش مشكله. حلو، واعبر عن مشاعري زي ما قلتي، ما ادخلهاش واكتمها وادفنها جوه والبس ماسك بشكل تاني. ده احنا لسه قايلين قاعده. هتدرب لسه، هتدرب هكلمك بعد الحلقه وهتدرب معاكي. عموما نورتينا بجد، كانت فقره جميله جدا جدا، مع ان يعني قلنا اتكلمنا في كذا موضوع ووضحتيه بشكل جميل جدا. الله يسعدك، ميرسي جدا لوجودك النهارده معايا. الله يسعدك. فاصل صغير جدا، ما تروحوش في اي حته، مستنيينكم.